عتمة الليل لا تخترقها إلا أضواء سان سيرو، والأضواء داخله خطفها نجوم صنعوا ما لا ينسى في تاريخ كرة القدم. تاريخ هناك من حضره ومنهم من سمع عنه أو شاهده. حين يعتريك القلق من مصيرك شاور من يفوقك سنا أو هدوءا، وحين تحن إلى فريقك السابق تابعه كمتفرج. من عاد إلى ملعبه السابق رفقة دوناروما هو شكرينيار، يعرف تفاصيل الملعب من بوابة إنتر. ميلان سجل على ميلان، هز شباك فريق يحمل نفس لقبه. أي رد فعل يتطلب السرعة ليكون مناسبا، فقد كانت خطوات لياو سريعة. بنى الهجمة بنفسه، منح التمريرة لجيرو، الكرة العائدة من دوناروما، أضاف لها رافائيل، توقيع الرسامين بمقصية. بيولي وكأنه سجل الهدف بنفسه. كاد ستيفانو يعود إلى مربع الحسرة. مبابي لم يسجل وأراح كل منتسب لميلان. ظهر ديمبيلي في الصورة، هيأ نفسه وسدد. المدرجات كلها سمعت صوت الارتطام. عثمان كان قريبا من استعادة الحاسة التهديفية. بحث أصحاب الأرض عن كرة التقدم، منعهم من كان حارسا سابقا لمرماهم دوناروما. مع كل هجمة متاحة، مع كل فرصة ضائعة، المتفائلون بالتقدم عصبيتهم منسوبها مرتفع. وحين تكون مدربا مهتما بالتفاصيل كل الطرق تؤدي إلى إيصال المطلوب. ظهر بالوتيلي بعد غياب متابعا كما يبحث عن كرة تمرر له. من انتظرها ووصلته هو الفرنسي جيرو، ارتقى بالطول المطلوب وقلب النتيجة والمدرجات بالفرح. أراد تيو يسير في نفس مسار جيرو، سدد كرة متقنة. دوناروما ساعده طوله في الصد. ألد أعداء المدافعين هم أصحاب السرعة، ومبابي أولهم. اقترب من التعديل. الحارس مينيون ضيق المنفذ بل أغلقه. في الدقائق الأخيرة ازدادت هجمات الفريقين حدة. فريق يبحث عن إضافة الثالث والضيف يسعى للتعديل. دوناروما ومينيون أبقيا الوضع على حاله. في النهاية باريس سان جيرمان تلقى الهزيمة الثانية، وميلان عاد من الرماد.